سيد الرئيس، راني جيت نطلب منك التدخل في القضية تاعي. تعرضت قبل بشكوى ضدي في فرنسا، ديبوزا بيا بلانت في فرنسا، وزاد لي قضية واحدة أخرى في الجزائر وين أنا كنت غايبة وحكموا عليا ب6 شهور حبس نافذ. سيد الرئيس السيد الرئيس، القضيه في الطاقيه. واش انتي بعدا متاكده بلي فاش كنتي في مكه الحاجه متاكده دعيتي على المغاربه؟ لا واش متاكده؟ حيت السيده راه مع رجعات عطاوها 6 شهور. عيينا ما نقولوا لكم يا ودي بعدوا من المغاربه راهم شرفه والو ما كيسمعوش. راه صفيه تعطيك العربون. سيري طلع عليها دابا، راه باركه مسكينه كضرب تما في الطويله بسبب هاد المرارقه. يا رئيس الجمهوريه كيف هذوك يضحكوا علينا لي فوازان، يضحكوا علينا مملكه الزريبه، يضحكوا علينا كيفاه؟ الاخوان كيف العاده حركوا لنا ديك اللايك جادو، وضروري تباركوا الحاجه في التعليقات، راه جابت الربحه. السي المونتاج الله يخرج تربيسنا في هذه الحلقه بخير وصافي. ما يرتبط بالجزائر ومناورات الأسد الإفريقي، رفضت الجزائر المشاركة في تمرينات الأسد الإفريقي. فهذه هي المناورات العسكرية سوف تكون في البداية على الأراضي المغربية وبحضور جيش الاحتلال. زعما شوفونا حنا الجزائر الله يبارك راه ما غاديش نشاركوا. علاش؟ واش كاين؟ حيت نتنياهو مشارك. تعال عندي اصحابي تا واقيلا كيسحاب لك، حنا راقدين هنا. السي المونطاج راقد. لا الشريف تزامنا مع جدل النقل شحنات الاسلحه سفينه كابتن كريستوس تتجه من ميناء بجايه الجزائري مباشره الى ميناء أجدود باسرائيل. كون حنا حتى كيفاش السعد جيت كيفاش قوالمك هما صابوهم جايين عندك حتى بجايه بامبي بديكا فاتحه وسط الجزائر، بعتي وشريتي معاهم، وحنا فيما نهضروا معاك على هاد لافير كيقول لك حقا كون حلوا لينا الحدود والله يا روح طحشي من عيني يا ودا السعد مجيد. واش رايكم اخوتي نديروا هدا و هاشتاغ نتاهلوا درع؟ والله كيما نقول لكم نورمال. واش هادو تاع المارك هادو واش زعما ما يخافوش وبالصطاد الرهبه خاوتي الرهبه لازم ما كانش هذيك تاع قعده لازم الغاشي يبكل واقف العياطات كدا منا من هيه. والله يا خاوتي والله قادر نخرجوهم من الماتش والله. ها يا خاوتي اليد في اليد. هاشتاغ نتاهلوا درع كيما نهار دينا درع. نتاهلوا درع خاوتي نديروا اللي علينا والله العظيم قادر نديروا ريمونطادا. واش نورمال ان شاء الله بربي كلشي قريب عند الله. هي راه الرغبه في الريمونطادا كاينه ودا السي مونطاج، غا هي باش نتفاهموا وما تنساوش راه الرغبه شيء والقدره شيء اخر. انت قعد هالي بالبالون، المراه راهم يكذبوا لي على البالون، انت قعد تحكي على البالون، حنا نحكوا على العيد، نحكوا على الاضحى نهار العيد. الشعب الجزائري نوضوا صباح بكري نغتسلوا غسل العيد. ما عندنا والو مالاش عايشين مالا جزائريين احنا. الماء ها هو الماء، والله نروحوا للكاريرات نسقي ب 200,000 باه جبنا البواد نتاع الماء 200,000. ونلبسوا القناطر بيض ونطلعوا على الكبيش ونروحوا للجامع نصلوا صلاة العيد 45 دقيقة ولا 40 دقيقة نرجعوا لديارنا. نلقاو الوليدات يستناونا واقفين عند الكبش هذاك. اخويا يا خويا بسم الله الله اكبر. انت المروكي ما نعرف راك تصلي العيد ولا لا؟ تعال عندك الماء بعدا باش تغتسل نهار العيد. تا حنا سيدي ان شاء الله الا بقينا في الحياه غنفيقوا نهار العيد غنلبسوا الجلابه المغربيه وغنمشيو غنصليو صلاه العيد في المصلى وغنرجعوا وغنضحكوا وغننشطوا. ايوا اللحم تما فين كاين الفرقه ودا السي المونطاج. حنا كناكلوا على طول العام بينما هما مساكن من العيد للعيد. عمي تبون ما تروحش العراق ولا غنحبوك وما تروحش العراق عمي تبون. بلاد مازال تحتاجك عمي تبون ما تروحش العراق. بعد اي واحد ما تروحش انت، المهم ما تروحش انت عمي تبون تعيش ما تروحش العراق تعيش والله غنحبوك. يعني نتوما دايرين هكا ماشي نتوما دايرين هكا نتوما باغيين ديك الحياه وداك التجرجير والطوابير وفيق مع 6 الصباح على نتوما باغيين هاد الحياه. واللي سمع ما ودا السي المونطاج يقول هاد عمو عبد المجيد معيشون في النعيم وازف اليكم بشاره
هنيئا لكم اسيدي السي عبد المجيد طيط، راه وصلوا النداء ديالكم. خوتي والله اليوم خبر جد 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 مفرح، يعني غير هذه تفرحنا بالبزاف. يا عبد المجيد تبون يستجيب للشعب الجزائري بعد الهاشتاغات والفيديوهات اللي داروا حالة في التيك توك على عدم ذهاب عبد المجيد تبون الى العراق. والله الا عندنا رئيس جمهوريه يسمع للشعب تاعه. اللهم امين يا رب العالمين. بغيت نسولكم انا هاد ما تروحش للعراق، سمع فخامه الرئيس، بينما هادوك السنوات كامله نتوما يا فخامه الرئيس راه ما عندناش الزيت، يا عمي عبد المجيد عتقنا راه عندنا ازمه الحليب، يا عمي عبد المجيد راه لي بنو ما عندناش. هادي ما سمعهاش فخامه الرئيس. علاش ما طرحتوش هاد السؤال هذا؟ جايه ل 50 سنه وانتوما كتشكيو والو فخامه الرئيس ما استجبش لهم، بينما البارح قالوا لي يا فخامه الرئيس ما تروحش للعراق، الغد ليه استجب لهم فخامه الرئيس. تا هو اصلا صابو طالبه السي المونتاج. عبد المجيد الولايات الجزائريه عباد الله وعمرو زار فيهم شي ولايه قال لها يضربك عباتها للعراق. اما الضغط راه على بركان، هما اللي خسروا الخريطه اللي كانت على صدورهم. قلنا ما نلعبش معاك وما لعبناش معاهم، وكل الشعب الجزائري وقف مع اتحاد العاصمه. فزنا بالقضيه. المفروض كنتم اليوم بركان انتم تقولوا احنا ثاني بدون الخريطه نتاعنا كيف نحول لك بلادك اللي تعتقدها بلادك، نحوها لك من صدرك وجاي انت تلعب. دونك الضغط عليهم انهم يحبوا يمدوا لنا الدرس. رانا نحاو غير بالسياسه الشريفه، اما الصحراء وبلادنا حنا راه ساكنين فيها بكم بلا بكم، كيما نحاول قسنطينه هي خريطة الجزائر، وحنا راه ما كنهربوش من ميدان المعركة ولا سنابي المنسحبين. غا هي حاجة وحدة الله يجازيكم بخير، ما تلوموناش حيت عطيناكم 4-0 بلا خريطة. انا ما نلوم شباب قسنطينة على انه خسر المباراة، انا نلوم الفيفا علاش تصدر قرار انه بركان تلعب بدون خريطة. خلوها تلعب بالخريطة، لو كان لعبت بالخريطة لو كان فريق شباب قسنطينة انسحب من المباراة ودا 3-0 وموا راسه مرفوع، يعني عادي ما لعبش المباراة، خسر لظروف سياسية من عملها 3-0 وتروح. خير ما تلعب وتدي 4-0 ولولو. ها شتي معايا اللي كيفهم، شتي الافكار هما حاطين ليا داك الصادي غادي عندهم بير كيعلف فيهم، تقول غيصيفطهم للكيره، وترى الفيفا وحارت مع جدهم خلات الخريطه. الفيفا مختطفه من طرف المخزن والقجع، ناضوا حيدوا الخريطه والرموز السياسيه. لا سيدي علاش تحيدوا المراركه الخريطه؟ خليوها لهم، والله ما بقينا عارفين فين غنشدوكم. كيف نفسر زيارة وزير الخارجية الجزائري مؤخرا إلى تونس، والتي على أساسها كان قال جملة أن اليوم يعني التعاون ليس ضرورة بل هو مسألة حتمية. هذه الحتمية على أي مستوى تكون؟ الجزائر الآن بما جرى مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر تدخلوا مع مالي، كل الحدود الجزائرية مشتعلة، أو على أقل تقدير يكون فيها الضغط. القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، سخونة وتصعيد مع دول الساحل، والخلاف جزائري ليبي على الأقل تقدير مع شرق ليبيا. يبقى تونس فقط هي الدولة التي تثق فيها الجزائر. السؤال المهم هنا خوتي برك بعد هذا التحليل اللي عطانا السي الخبير الجزائري، هل الجزائر في عزلة؟ نخليكم نتوما خوتي برك تجاوبونا في التعليقات. انت السي المونتاج ختم لينا هذه الحلقة هذه بشي ميزان عسكري.